من بعد الفيديو اللي درت على النقاش اللي دار في البرلمان البريطاني حول الاعتراف بمغربيه الصحراء الغربيه، كانوا تعليقات اللي كيقولوا حنا ما عندنا ما نديروا بالاعتراف ديال شي دوله حنا في الصحراء ديالنا، وكانوا تعليقات اللي داعمه للطرح ديال البوليزاريو. وهذا الشيء هو اللي خلاني ندير هذا الفيديو باش نوضح شي حوايج، ولا باش نعطي شي معطيات اللي هي موضوعيه لاي واحد يقدر يفيريفيها فيما يتعلق بهذا الموضوع. ومن باب الشفافيه انا خصني نقول لكم الراي ديالي قبل ما نطرح شي معطيات موضوعيه تعرفوا الراي ديالي، ومن بعد غادي نخليه انا على جنب وغنعطيكم معطيات موضوعيه. انا الراي ديالي انا كنتمنى يجي واحد النهار اللي ما يبقى فيه حتى شي حدود بين حتى شي دول في هذا العالم، وكنتمنى يجي واحد النهار اللي يجيو فيه واحد الناس اللي يقراو على التاريخ ديالنا حاليا ويضحكوا ويقولوا كيفاش البشريه في وقت من الاوقات كانت دايره حدود على بعضياتها. هذه الامنيه ديالي، وانطلاقا من هذه الامنيه فانا كنامن باللي الصحراء الغربيه خاصها تكون جزء لا يتجزا من المغرب. ومني كنقول جزء لا يتجزا من المغرب يعني الا كانت شي استقلاليه على مستوى التسيير غادا تعطى للاقاليم الجنوبيه ولا للصحراء الغربيه، فخاصها تكون على غرار الاستقلاليه اللي غتعطى لباقي مناطق المغرب. وإلا كان شي تقسيم جهوي كيطبق على الاقاليم الجنوبيه ولا على الصحراء الغربيه، فخاصو يكون على غرار باقي تقسيم اللي مطبق على باقي الجهات ديال المملكه المغربيه. يعني انا ماشي حتى مع الحكم الذاتي، انا مع السياده التامه والكليه ديال المملكه المغربيه على الصحراء الغربيه. هذا هو الراي ديالي والموقف ديالي، رغم الوعي ديالي بالاكراهات ديال العلاقات الدوليه وديال السياسه الدوليه. دابا نخليو الراي ديالي على جنب حيت من باب الشفافيه خصني نقولوا لكم ونحاول نعطيكم بعض المعطيات الموضوعيه فيما يتعلق بهذا الموضوع، وتقدروا تقلبوا على هادشي اللي غنقول واش ربما نكون كنكذب. اولا خصنا نعرفوا السياق الدولي اللي وقع فيه هذا النزاع. كانوا واحد الشعوب اللي تعرضت للاستعمار من طرف واحد القوى استعماريه عظمى، وهاد الشعوب ردوا البال المصطلحات اللي كنستعمل، تفرضات عليها حدود استعماريه. يعني كانوا مستعمرات ديال الدول الاستعماريه كيكونوا وسطها واحد الشعوب، واحيانا كيكون نفس الشعب وكيتقسم على جوج بحدود استعماريه في بزاف ديال المناطق مثلا في افريقيا. وهاد الحدود الاستعماريه كانت مفروضه على ديك الشعوب. من بعد جات الحرب العالميه الاولى، جات الحرب العالميه الثانيه في واحد السياق دولي لهذيك الشعوب اللي مفروضه عليها الحدود الاستعماريه غادي تبدا تسعى نحو الاستقلال من ديك القوى الاستعماريه. من جهه اخرى ديك الدول اللي كانت داخله في الحرب العالميه الثانيه غادا توعى بانه الحرب ماشي واحد الوسيله مزيانه لحل النزاعات، وغادي يقولوا حنا غادي ننشئوا واحد المؤسسه اللي هي الامم المتحده اللي غادا تبدا تستعمل لغه الحوار والدبلوماسيه من اجل حل النزاعات ومن اجل تحقيق السلم العالمي. هذا هو الاساس علاش تاسست الامم المتحده. ديما كنفكركم في واحد الكونتكست اللي غتبدا ديك الشعوب كتسعى نحو الاستقلال من ديك الحدود الاستعماريه اللي تفرضات عليها ولا من ديك القوى الاستعماريه اللي كانت. اش قالوا باش نديروا نحققوا هذا السلم العالمي غادي نتفقوا على واحد المجموعه من المبادئ: عدم احترام السياده ديال الدول، عدم التدخل في الشؤون الداخليه ديال الدول الاخرى، سميتها المسؤوليه الجماعيه. يعني الا كان شي شعب كيعاني من شي اضطهاد فانها مسؤوليه ديال المجتمع الدولي كامل انه يحاول يلقى ليه حل. عدم اللجوء الى لغه العنف او التهديد في العلاقات الدوليه. واخيرا مبدا تقرير المصير. هادو هما المبادئ علاش غدا تاسس الامم المتحده. في هذا الوقت هذا فين كان المغرب؟ شنو كان واقع ليه؟ هذه الصحراء الغربيه شنو كان واقع فيها؟ المغرب كانوا عنده حدود تاريخيه اللي هي كبر من ما هو عليه الحال حاليا. غادي تعرض للاستعمار من طرف فرنسا ومن طرف اسبانيا، كل منطقه تم التقسيم ديالها. ومن بعد غادي ياخذ المغرب الاستقلال ديالو من فرنسا في 1956. ولكن فاش غياخذ الاستقلال ديالو من فرنسا
المغرب ما غاديش يتخلى على المطالب ديالو في باقي الاقاليم، وغادي تكون فكره ديال لو غران ماروك ولا المغرب الكبير اللي في اجزاء من الاراضي ديال موريتانيا، الصحراء الغربيه وحتى الصحراء الشرقيه. وهنا خصنا نوقفوا عند واحد الحقيقه، حيت من الجانب ديال البوليزاريو ولا من الجانب ديال الجزائر اللي كتدعم البوليزاريو كيقولوا بلي المغرب ملي خدا الاستقلال من فرنسا تخلى على الصحراء الغربيه وما حاولش انه يسترجعها، وهذا الشيء هذا ماشي صحيح، حيت المغرب كان عنده مشاكل داخليه. انا نعطيكم معطيات واقعيه وموضوعيه. المغرب كان عنده مشاكل داخليه بين القوى السياسيه، كانوا اللي باغيين يحيدوا الملكيه والملكيه باغا هي اللي تسيطر، وكانوا اللي باغيين الملكيه ولكن الملكيه السوريه يحدوا لها من الصلاحيات ديالها، وكان واحد الصراع سياسي. ولكن هذه القوى السياسيه كلها كانت متفقه بلي المغرب باغي خصو يسترجع اراضي اخرين. داكشي علاش كان كيدعم المقاومه في الجزائر في انتظار انه يتفق معاه على ترسيم الحدود. وهذا الشيء علاش غادي يدير، وهنا باش نجي للموضوع ديال الصحراء الغربيه اللي هو الموضوع ديال الفيديو، غادي يدير المعركه ديال افني، وغادي تكون معركه دشيره، هادشي بين 1957 و 1958، وغادي تكون لوبيراسيون ايكوفيون اللي غادي يقوم بها جيش التحرير المغربي ضد الجيش الاسباني اللي غادي تدعمو فرنسا. الجيش بدعم الجيش الفرنسي. علاش؟ حيت الجيش الفرنسي كان خايف للمغرب يسترجع الصحراء الغربيه ويمشي ياخذ حتى موريتانيا اللي كانت تابعه لفرنسا ديك الساعه، باقا ما ولاش دوله مستقله. وهذا الواقع هو اللي كيدل على ان المغرب فعلا راه ماشي تخلى على الصحراء الغربيه، ولكن راه كانوا عنده اكراهات وصراعات داخليه وحتى خلافات حول الكيفيه ديال الاسترجاع ديال ديك الاراضي، حيت جيش التحرير المغربي كان كيدعموا الجيش الملكي، ولكن كان كيدعموا النظام الملكي بشكل غير رسمي، حيت النظام الملكي كان خايف لا فرنسا تقلب على المغرب في الاستقلال ديالو ملي تشوفوا غادي يسترجع في الصحراء الغربيه. وبالتالي كان واحد الصراع داخلي، ولكن حتى واحد الاكراهات خارجيه. هادشي اي واحد يقدر يفيريفي هاد لي زوبيراسيون اللي هضرت عليهم وهاد المعارك اللي هضرت عليهم. الى فهمنا هادشي خاصنا نعرفوا بانه العالم غيدخل في واحد السياق دولي اخر ديال الحرب البارده، وهنا فين غادي يوقع واحد التغيير على مستوى شنو كان كيدير البوليزاريو. هاد البوليزاريو كان حتى هو حركه مسلحه كتسعى نحو الاستقلال ديال الصحراء الغربيه من اسبانيا، ولكن كانت واحد الحركه ديال المقاومه على غرار باقي حركات المقاومه اللي كانوا في المغرب، بحال ديال عبد الكريم الخطابي، بحال ديال محمد الزياني، بحال ديال ابراهيم الروداني. كانوا حركات في كاع مناطق المغرب حتى الصحراء الغربيه كان كلها كيقاوم على حسب جهده. ولكن هذا الكونتكست ديال الحرب البارده غادي يوقع فيه واحد التغيير، حيت النظام الاشتراكي كان معادي للنظام الرأسمالي وكان معادي للملكيات، وبالتالي هذيك الحركه المسلحه ديال البوليزاريو غادي تتبنى الفكر الشيوعي. وملي غتبنى الفكر الشيوعي اللي هو ضد الانظمه الملكيه غادي تاخذ الدعم ديال الانظمه الشيوعيه الاخرى، وما غتبقاش هي حركه مسلحه ديال المقاومه. غادي تولي تقول انا راه حكومه ديال دوله اللي هي الجمهوريه العربيه الصحراويه. وعلاش انا دوله؟ حيت عندي ارض كنتقاتل عليها هي الصحراء الغربيه، وحيت عندي جيش اللي كنضارب به، وحيت عندي حكومه، وكاينين الناس كيدعموني. كاين الدول الاخرى اللي هي الدول الشيوعيه ولا حتى ديك الدول الافريقيه اللي عاد استقلات حتى هي كانت كتدعم البوليزاريو. وبالتالي البوليزاريو ما غيبقاش غير حركه ديال المقاومه، غادي يولي عنده اطماع اخرى، غيولي يقول حنا راه بغينا نديروا دوله وحنا هما الممثلين الوحيدين ديال الشعب الصحراوي. وهنا غيولي صراع ايديولوجي بين النظام الشيوعي اللي باغي يطيح الملكيه في المغرب، اللي كان في الجزائر وكان في دول عربيه اخرى وحتى القذافي باغيين يطيحوا الملكيه في المغرب، باغيين يطيحوا النظام الرأسمالي، ماشي غير باغيين يسترجعوا باغيين يحرروا الصحراء الغربيه.
وهنا فين غادي يبدا النزاع المسلح بين المغرب وبين جبهة البوليزاريو المدعومة من القوى الشيوعية. وهنا فين كيبان، باش نجاوب على الناس اللي في التعليق كيقول لك ما عندنا ما نديروا بالاعتراف ديال شي دوله، هنا فين كيكون واحد النقاش ديال القانون الدولي بين المدرسه ليكول كونستيتيوتيف وليكول ديكلاراتيف. يعني شنو اللي كيخلينا نحددوا بانه دوله راها دوله؟ بوليزاريو شنو قالوا حنا عندنا ارض، عندنا شعب، عندنا جيش، وعندنا الناس كيتعاملوا معنا، دونك حنا راه دوله. و لا ميثود ديكلاراتيف اش كتقول؟ انت ما عندك دوله الا لا كانوا اللي دايرين بك الدول الاخرين كيعترفوا بك على هذا الاساس وكيتعاملوا معك على هذا الاساس. وهنا فين كتجي القضيه ديال الاعترافات، كتاخذ كاع الاهميه ديالها، وفين كتاخذ الاهميه ديالها. يعني المجهودات ديال الدبلوماسيه ديال المغرب باش انه يجيب الاعترافات بالسير ديال المغرب على الصحراء الغربيه هي مجهودات في الحقيقه اللي في محلها ومهمه بزاف. لا بغى المغرب يحل هذا النزاع الصريح ديالو. البوليزاريو من الجهه ديالها كان عندها واحد الدعم دولي كبر من حاليا، حيث كان عندها الدعم ديال القوى الشيوعيه طاحت. مني ديك الشيوعيه طاحت ولاو الدول كيسحبوا الاعتراف ديالهم بالبوليزاريو، بداش ديك الجبهه ديال البوليزاريو كترجع للحجم ديالها الطبيعي. بدا كيبان بانها ماشي هي الممثل الوحيد ديال الشعب الصحراوي، بلي كاينين صحراوي اخرين اللي داخل المغرب. يعني الجبهه هي حركه مقاومه ولكن راه ما كتمثلش الشعب الصحراوي كامل. بدا كيبان هذه القضيه وبدات كترجع للحجم ديالها الحقيقي، بدات كتبان بانها ماشي دوله. وهنا فين الدول غيبداو يسحبوا الاعتراف ديالهم بالبوليزاريو، ولا غادي يوليو على الاقل كيجمدوا العضويه العلاقات ديالهم معها، ولا كيعترفوا بالسياده ديال المغرب على الصحراء. وهنا فين غادي يبداو كيصطفوا مع لو بروسيسوس اونوزيان، غاديو يقولوا يا اما كيعترفوا بالسياده ديال المغرب ولا كيقولوا حنا مع اللي قالتها الامم المتحده. والامم المتحده شنو الموقف ديالها؟ كتقول بانه خاصو يدار استفتاء. على هذا الاساس تحبسات الحرب ديال الصحراء بين المغرب وبين الجبهه ديال البوليزاريو، على اساس غادي يدار استفتاء ديال تقرير المصير، المبدا اللي قلت لكم في الاول. ولكن المشكل فين كاين؟ انه وقع خلاف على شكون هو اللي من حقه يصوت، وشكون هي لا بوبولاسيون الصحراوي اللي من حقها تصوت. وهنا فين وقفات؟ هنا باش بقى المينورسو كيجدد الموندا ديالو كل عام، وفي الاخر ما كاينه حتى شي حاجه ما كتبدل. كيتسمى باللغه ديال السياسه الخارجيه ولا العلاقات الدوليه لو ستاتيو كو. كيبقى داك لو ستاتيو كو كيف ما هو، كل عام كتبدل، كل عام كيتجدد داكشي، وفي الاخر ما كاين والو. هنا فين المغرب غادي يقترح المقترح ديال الحكم الذاتي. بون راه كاين واحد المبدا ديال احترام الحدود ما بعد الاستعمار. ما كانش شي حكومه اللي مسيطره على الاراضي ديال البوليزاريو. بغينا نديرو استفتاء، وقع بيناتنا خلاف على شكون اللي من حقه يدير هذا الاستفتاء. غنقترحوا واحد الحل بين غنعطيو الحل ديال الحكم الذاتي باش نوصلوا لواحد لا سوليوشن لمن سوليسيون لداك الشعب اللي ساكن في ديك الارض. حيت فينالمون علاش كاينين الدول وكاين الامم المتحده؟ من اجل الشعوب، باش الشعوب تعيش مزيان. واش في الصالح ديال الشعب الصحراوي ولا داك الجزء من الشعب الصحراوي اللي كيف تندوف، واش في الصالح ديالو يبقى عايش في المخيمات، ولا من الصالح ديالو انه يدار واحد الحل اللي في الصالح ديال المنطقه وفي الصالح ديال الجميع؟ حيت ماشي في الصالح ديال حتى شي واحد انه يتم التقسيم ديال المنطقه مره اخرى، ولا انها تزاد واحد الدوله في الجنوب ديال المغرب. هاد المبادئ ديال تقرير المصير وهاد العلاقات، هاد المبادئ ديال الامم المتحده اللي في كثير من الاحيان كيتم التسييس ديالها، هي في الاصل ديالها دارت باش تحقق المصالح ديال الشعوب. ومني بغينا نديرو الاستفتاء، وهذا الاستفتاء هذا 10 سنين وما كيحاولوا يديروه وما قدروش انهم يديروه، واش ماشي الاحرى باش انه نديروا واحد الحل ديال الحكم الذاتي؟ ولو انه انا شخصيا ماشي حتى مع الحكم الذاتي، انا كنعتبر بلي المغرب خصو يكون عنده السياده التامه على جميع الاراضي. علاش؟ حيت هذا النزاع هو الحقيقه ديالو، ماشي حيت المغرب كيستعمل هذا المصطلح، هو مفتعل حيت واحد الحركه مسلحه
استفدات ديال المقاومه، استفدات من واحد السياق دولي فافوغابل ديال الحرب البارده، وقدرات اوتو بروكلاما كممثل ديال واحد الشعب الصحراوي كامل، ولات باغا تستافد من واحد الكونتكست دولي باش تفرض واحد المسائل اللي ماشي في الصالح ديال المنطقه وماشي في الصالح ديال الشعب الصحراوي نفسه، حيت في الصالح ديال الشعب الصحراوي انه ينتمي لواحد لونتيتي اللي هي قويه بحال المغرب، اللي احسن ما يكون واحد لا بالكانيزاسيون ديال المنطقه، الشعوب اللي هي صغيره ولا دول صغيره اللي سهل التحكم فيها من طرف قوه خارجيه. وهذا الشيء علاش من انطلاقا من هذه المعطيات الواقعيه اللي انا كنشارك معكم، واللي ما متفقش معايا يقدر يكتب لي علاش ما متفقش معايا. انا كيبان لي بانه البوليزاريو ولا الساكنه ديال مخيمات تندوف اللي الجزائر كترفض انه يتم الاحصاء ديالهم باش نعرفوهم شحال هما، من الصالح ديالهم ومن الصالح حتى ديال الجزائر على المدى البعيد بحكم ليفولوسيون اكطويل ديال لا سيتوياسيون. ولو انه انا ما غنهضرش علاش في الصالح ديال الجزائر انها تفك من المخيمات ديال تندوف، ماشي هو الموضوع ديال الفيديو، ماشي شغلي، ولكن في الصالح ديال ديك الساكنه اللي في تندوف انها ترجع للمغرب، وانه تاكزرسي الحق ديالها السياسي داخل الوطن ديال المغرب وداخل المملكه المغربيه وداخل السياده المغربيه.